صحيح الديناصورات راحت، لكن في زواحف قديمة نجحت تكمل، يعني مش الثدييات بس اللي استغلوا المسرح. ناس كتير فاكرة إن بعد ما الكويكب وقع قبل 66 مليون سنة الدنيا فضيت والديناصورات كلها راحت مرة واحدة، بس الحقيقة لأ، في زواحف قديمة قالت إحنا لسه هنا. خلينا نوضح كلمة ريبتايلز. ريبتايلز أو زواحف مش بس معناها التماسيح الكروكودايلز والسلاحف التيرتلز، لأ، الكلمة دي في العصر ده كانت مظلة كبيرة تحتها أشكال وأنواع كتير، بس خلينا نبتدي بيهم لأنهم مثال واضح. التماسيح دي حرفيا من أيام الديناصورات وهي عايشة بنفس الوش المرعب، الفرق الوحيد إنهم صغروا حجمهم شوية وبقوا أذكى في استغلال البيئات الجديدة. في علماء شايفين إن التماسيح نجوا لأنهم عايشين في المية وقدروا ياكلوا أي حاجة تقع قدامهم، وفي رأي تاني بيقول إن سرهم كان في إنهم قادرين يعيشوا من غير أكل لفترات طويلة، يعني التمساح ممكن يعدي شهور وهو عامل دايت إجباري. نروح بقى للسلاحف، برضه من الناجين الكبار. ليه؟ قوقعة زي الدبدابة ونمط حياة بطيء يخليهم يتأقلموا مع أي مصيبة، بس مش كل السلاحف كملوا بنفس الشكل، في أنواع انقرضوا وفي أنواع فضلوا مكملين وطوروا نفسهم. وما ننساش السحالي والتعابين، التعابين بالذات توسعوا جدا بعد الكارثة، يمكن لأنهم بياكلوا أي حاجة صغيرة تتحرك قدامهم. بس هنا في جدل، في علماء بيقولوا إن التعابين استفادوا من غياب الديناصورات الصغيرة فبقوا هم المفترسات الجديدة، وفي اللي شايف إنهم كانوا موجودين أصلا بس الكارثة دي وسعت لهم المساحة يملوا فراغ بيه.